السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الكيكه كتجي غزاله، مذاق رائع بالليمون الماندالين، وسهله التحضير وكتخرج تبارك الله كبيره. نبداو باول حاجه، هي المقادير: 4 البيضات، 4 الماندالينات صغار، كاس سنيده، كاس زيت، ياغورت طبيعي ديال فاني، 2 خمارات، والدقيق حسب الخليط. ناخدو نحاولوا نقشروا الليمون، غنقشروا 3، وحده غنخليوها بالقشره ديالها كيعطي داك المذاق غزال في الكيك. نحاولوا نقطعوهم باش الا كان فيهم شي ضيمات ولا شي حاجه نحيدوه، نحيدو اللب ديالهم لداخل، ونديروهم بالخلاط الكهربائي باش غنطحنوا الكل. يعني هاد المقادير بساط وكتخرج كيكه كبيره عائليه ما فيهاش شي مقادير كتير. وهاد القيته ديال الليمون يعني موجود في السوق. حتى هي غنقطعوها طروفه صغار، وهذه غنقطعها بالقشور ديالها مع قبل نغسلوهم مزيان باش ما يبقاش فيهم حتى حاجه. حتى هي غنقطعوها طريفات صغار. صافي، هي بعد ما قطعناهم كاملين كنزيدو عليها كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كنزيدو عليهم 4 البيضات، من الاحسن نديرو بالبيضه حيت بالرات كيكون البيض خاسر. دابا غناخدو نطحنوا الكل. خصنا نطحنوه مزيان، ديك القشره ديال الليمون طحن لينا مزيان. نحاولوا اننا نعطيو الوقت ديالو ديال الطحين تقريبا شي 5 دقائق باش يطحن مزيان، ومن بعدها غنزيدو عليه ياغورت من نكهه الفاني، اللي مبغاش يدير ياغورت يدير كاس ديال الحليب ويدير كيس ديال الفاني باش ينسم لينا مع الليمون كيجي مع الفاني. ها هو بعد ما طحناه كناخدوه هاد الصفاي ونصفيو باش ديك القشره ديال الليمون اللي بغا يصفيه
واللي ما بغاش يخليها اللي كتعجبو ديك القشره راه كتجي زوينه. انا غادي نصفيه، اصلا ما كتكونش القشره بزاف حيت غير الليمونه وحده هي اللي خليناها بالقشره ديالها، كتعطينا المذاق في الكيك. ماشي بزاف. صافي دابا غناخدو الدقيق تقريبا 4 الكيسان، ولكن نديرو غير بشويه بشويه. ربنا يكون الدقيق كيشرب. وجوج خمارات، نحاول ان الخماره نغربلوها، الدقيقه راه مغربل من قبل حيت لما غربلناهاش كتكور لينا في الكيك. صافي غنخلطو كل مزيان. حاليا نسيت ما درتش لكم واحد القريصه ديال الملح. غنخلطو الخليط كامل. كتبان لينا باقا خفيفه. غنزيد شويه دقيق، هما 4 الكيسان قياس العنبه، ولكن نديرو غير 3 وبداو تزيدو غير شويه بشويه باش ما تجيكمش عاقده. الخليط يجيك معقد كتجي الكيكه ما زويناش من الداخل. خصنا نخليوها بين وبين بحال هكا. صافي دابا غناخدو واحد القالب ديال الكيك ندهنوه بالزبده ونرشو شويه دقيق باش ما تلصقش لينا. مبقاوش مشكل كنبغيو نحيدوها من القالب. كاينه واحد الفكره ان القالب ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق ونديروه في الفريغو، يعني ما كتلصقش نهائيا لا كيكه لا حرشه لا والو، يعني مضمونه ما انها ما غتلصقش. صافي دابا نحاولوا اننا نخلطوها شويه باش يخرجوا الفقاعات، ونديروا الفران يسخن على درجه الحراره 200 درجه. صافي هي بعد ما خويناها نحاولوا اننا نخويو كل شيء ونقادوها، نخويوها من الفقاعات، نحركوها شويه. صافي وندخلوها الفران طيب. بقاو معنا تطيب تشوفوا كيفاش كتجي. ها هي بعد ما طيبناها خرجت من الفران وهي باقا سخونه، خليوها تتبرد. هاي بعد ما بردات غادي نزينوها ندهنوها بشويه العسل او كوفيتير اللي كاين في الدار، او سيرو صوبوه بالماء والسكر وديروا فيه قشور ديال الليمون، تخليوه يطبخ واحد 10 دقائق تسقيوها به. الزيت كيبقى اختياري، غندير ليها شويه الكوك. الكوك كيتواتى مع الليمون. بنادم يزين باش ما عنده في الدار اي حاجه، وقشور ديال الليمون، شديت ليمونه حكيتها حتى هي نزين بها. شوف كتجي زوينه كبيره.
كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى انكم تجربوا هذا الكيك اقتصادي وسهل. انا غنقطعه معكم شوفوه كيفاش جا من داخل. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من التعليق، ديروا لايك، شاركوا في القناة، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع عالم زينب، والى فيديو جديد ان شاء الله.